الدركية الموقوفة بسبب فيديو بالزي الرسمي على تيك توك تخرج عن صمتها. توم بريس سلام الله عليكم. بدموع الحزن والاحساس بالغدر خرجت الدركية الموقوفة بسبب فيديو على تيك توك بالزي الرسمي عن صمتها، موجهة اصابع الاتهام الى احد الصديقات. وفي هذا الصدد من خلال فيديو جديد وجهت الدركية المذكورة اللوم الى زملائها الذين اعتبرت انهم غدروا بها، بحيث قالت انها كانت تعتبرهم محل ثقة وتتقاسم معهم فيديوهات ستوري على مجموعة مغلقة تتكون من فوجها فقط ليتم تسريبه، حيث تقول أنها وثقت في صديقاتها، ما جعل تنشر مقاطع لا يراها سواهن. وعلى ما يبدو فإن إحدى الصديقات تعمدت الإضرار بالتركية بتسريب الفيديوهات قائلة أنا كنثيق فيكم ولكن شنو استفدتوا. وتجدر الإشارة أنه تم استدعاء دركية برتبة رقيب من طرف القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات على خلفية ظهورها في مقطع مصور على تيك توك وإحالتها على التحقيق. وكانت الدركية قد ظهرت في مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك شوهدت وهي تصور نفسها وهي تغني وترقص في مكتبها، كما ظهرت في مقطع آخر أمام سيارة الدرك الملكي. ويعتبر هذا السلوك ممنوعا منعا باتا من قبل اللوائح العسكرية. وردا على هذه المقاطع التي تم تداولها على نطاق واسع، قامت المديرية الإقليمية للدرك الملكي بسطات بإيقاف الدركية عن أداء مهامها. تنتيق في دير امكم، تنتيق وتنحط ستورياتي وتنقول غير صحاباتي برومو ديالي ماشي مشكل، وتتنوض وحده فيكم تدير بحال هكا. دابا اشنو استفدتي؟ انا بغيت غير نفهم شنو ربحتي من غير جبتي لنا صداع مقود ونقدروا كاع نخرجوا من هاد الخدمه هادي كاع. انت شنو استفدتي؟ ما فهمتش حق الرب، ما فهمت فاش واصلك هادشي باش انك ديريه، فاش واصلك؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.